اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات شيكا اكس جاجو. النهارده ومعانا اول حلقه مجمعه ما بيني وبين جاجو في 2023 الموسم الخامس. هنتكلم النهارده مع جاجو عن اخطاء الماضي. ازاي تتخلص من اخطاء الماضي وازاي تموف اون في حياتك. وهنتكلم مع شيكا عن ازاي تدون افكارك اللي بتطير في زحمه اليوم. طويل قوي صح؟ حلو جدا. يلا بينا. اول حاجه، في ناس كتيره جدا 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 من سواء في سننا، من جيلنا، من جيل اكبر مننا، عندهم مشكله جدا ان هو ستوك، واقف عطلان متعلق. سواء متعلق بهدف راح منه، متعلق بفلوس ضاعت منه، متعلق بحبيب ضاع منه، متعلق بحاجه كان نفسه فيها وما حصلتش، وظيفه، امل راح منه، حاجه حلم بالنسبه له كان كبير جدا وباني عليه احلام كتيره وضاعت وحياته واقفه عندها، مش عارف لا يموف اون ولا عارف يكمل في اي اتجاه تاني. انا بقول لك ان انت لازم تحط لنفسك خطه، لازم تفكر بشكل ايجابي. اي حاجه ضاعت منك فهي مش نصيبك، اي حاجه انت ما عرفتش تاخدها فهي مش مكتوبه لك. فما تقعدش كتير عطلان وحياتك واقفه على حاجه ضاعت منك. لو هي ليك هتفضل تجيلك، سواء كل الناس وقفت ان هي مش عايزاك هتجيلك. لو وظيفه، لو هو بيت، لو جواز، لو انسان مش كويس خرج من حياتك وانت زعلان انه خرج من حياتك بس انت مش شايف الجانب السيء فيه، ما تزعلش ابدا على ناس اختفت، ما تزعلش ابدا على فلوس ضاعت، ما تزعلش ابدا على حاجه ما عرفتش تعملها. كل اللي ما تعملش مش مكتوب لك ان انت تعمله. ما تقاوحش خالص مع الحاجه دي. الحاجه دي مش بتاعتك، مش انت المسؤول عنها. ممكن انت تكون الناس اسباب، لكن المسبب هو ربنا سبحانه وتعالى. وربما تكون دعوه، يعني والدتك دعيتها لك او والدك دعاها لك او انت دعيتها وقلت ايه؟ واصرف عني شر ما قضيت. بالظبط كده. شر القضاء مش شرط يكون يعني اسباب، ممكن يكون اشخاص. بالظبط. فبالتالي انت الناس اللي انت بتقابلها في حياتك او المواقف اللي انت بتقابلها في حياتك، لو انت مكتوب لك ان انت تترقى في وظيفه وما ترقتش، عادي، الحياه ما بتقفش، كمل عادي جدا وهتترقى السنه اللي بعديها. مش بقول لك ان انت دايما تبقى عايش الحياه وردي، ولكن حاول تقرر. انت عارف كويس جدا انت عايز ايه، مقرر انت عارف انت عايز ايه جواك، وقراراتك بتدل انت عايز ايه، مش ان انت تايه في الحياه. لو انت تايه في الحياه عمرك ما هتوصل. ودايما اسعى ورا الحاجه اللي تكسبك. يعني لو انت شايف ان في انسان انت شايفه ناجح، صاحبه، اقتحم حياته، حاول مش تنافقه، ولكن صاحبه، بحيث ان انت تتعلم منه. لو اكبر منك اتعلم منه، لو في سنك هتبقوا صحاب. ففي ناس كتيره جدا ممكن تضاف في حياتك، تديك الفاليو، تديك الاد فاليو اللي ناقصالك وتحطك في الحته الصح. فما تفكرش ابدا ان الحاجه ضاعت منك يبقى هي دي نهايه الدنيا. شيك. النهارده هنتكلم عن فكره جميله جدا في حياتنا، وهي الالم صياد. المك انت صياد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كتير جدا بتجيلنا فكر افكار كتير جدا، وبتجيلنا بعض الحكم اللي في نص اليوم كده ممكن ايه، لا دي حكمه جامده، بس بتتوه وسط زحمه اليوم والمشاغل واللي احنا بنشوفه، واليومك ما بيكونش يعني فاضي كفايه ان انت تدون. في مقولة بالانجلش بتقول يا جاجو ان what it doesn't write down it doesn't exist. تاني، what it doesn't write down it doesn't exist، يعني ما لم يدون لم لعبت. لا يوجد اساسا. يعني الحاجة اللي ما اتدونتش مش موجودة خلاص. في مقولة بالعربي بتضاهيها على المعنى التاني، بتقول ايه؟ ان الفكرة طائرة والقلم صياد. اذا قلمك وورقك او النوتس بتاعتك، اي حاجه جات لك، النجاح فكره يا جماعه. النجاح فكره. واي خطر يجيلك ممكن يكون هو ده سبب نجاحك. بالظبط. فلازم دايما تبقى دايما معاك النوت بوك بتاعتك، وعارف دايما 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 اي خطر يجيلك اكتبه. مش معاك قلم ورقه، عندك جوجل كيبس. جوجل كيبس ده من احسن الابلكيشن اللي موجوده في الحياه. يعني انا كل حاجه بستخدمها في حياتي عايش على جوجل كيب. او اي النوتس، خطر يجيلك. او النوتس اللي عندك اللي عندنا على الموبايل كلنا. اذا لازم تكتب اي حاجه او اي فكره بتجيلك، صدقني هتفرق معاك جدا، هتفرق معاك جدا. طور من نفسك وشوف انت عاوز ايه من حياتك، وما تعيش الحياه على علتها. واقرا كتير. بالظبط. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان انت مهما قعدت تحفرج على حاجه معينه انت عايزها وهي مش مكتوبه لك، عمرها ما هتجيلك. فما تحسسش نفسك ان انت عندك انت المشكله، لا خالص. ساعات ربنا بيبقى شايف حاجات انت مش شايفها. نتمنى ان السنه الجديده تحققوا فيها اهدافكم كلها، ونوعدكم ان كل واحد اشتغل على حلمه وحط بلان كويسه وعارف كويس جدا هو عايز ايه، صدقوني هتوصلوا. دي كانت جرعة تفاؤل في أول 2023. استنونا وإن شاء الله سنة سعيدة عليكم.
تشيك اكس جو. بيس. باي.